السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم خديجة. نتمنى ان شاء الله باش تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو الجديد. الفيديو اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم فيه طريقة تحضير الدجاجة اللي غادي نديرها مشوية في الفران بواحد التتبيله كتجي خطيره في المذاق وكتجي لذيذه بزاف. سبق لي وشاركت معكم الدجاج مشوي في الفرن بعده طرق يعني مختلفه في التتبيله، كل مره كندير لها تتبيله في شكل وطريقه في شكل. هاد المره هذه غادي تكون طريقه مختلفه، يعني تتبيله غادي تكون مغايره وكي قلت لكم كتجي لذيذه بزاف وفي نفس الوقت شي حاجه اللي هي سهله بزاف. غادي نرافقها مع الدنجال اللي حتى هو غادي نشاركو معكم بواحد الطريقه اللي كيجي لذيذ وكيجي زوين. كما كتعرفوا الصيف هذا كنبغيو مأكولات اللي تكون شي حاجه اللي نقدروا ناكلوا فيها مزيان في هذه الحراره هذه، وتكون شي حاجه اللي هي لذيذه ونقدروا ناكلوها في هذا الصيف هذا. داكشي علاش غادي نعطيكم الاقتراح ديال هاد الدجاجه هذه اللي يمكن لكم ديروها هكذا في الدار، ولا لما لا الا درتو الدجاج كثير ديروها عراضه ولا بحال هكا لشي خرجه للبحر، فكتجي مزيانه. بقاو معايا حتى الاخير باش تكتشفوا معايا طريقه التحضير والمقادير. وما تنساونيش من لايك ديالكم وتعليقكم زوين للتشجيع، وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره غادي تزوروني بالضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك، تفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا باي جديد كنحطوا لكم في القناه. ندوزو دابا على بركه الله المكونات وطريقه التحضير. غادي نبدا هنايا اول حاجه بالدنجال. كيف ما شفتوا معايا خديت الدنجال وقسمته على هذا الشكل هذا، يعني قسمته بالطول على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نقطعو باش تدخل ليه العطريه مزيان. خديت كذلك هنايا شويه ديال الزعتر اللي كنسخنو، يعني ضروري كنقيه وكنسخنو وكنحاول نحكو شويه باش كيولي ما كيبقاوش هذوك الوريقات ديالو كبار. والثومه حتى هي قطعتها هكا شرائح رقيقه واحد شويه. وبالنسبه للتوابل اللي غادي ندير لهاد الدنجال هذا، عندي هنايا الملحه وعندي كذلك الكمون والتحميره. بالنسبه للتوابل يعني غادي نديروا على حساب القياس اللي عندكم ديال الدنجال صافي. وعندي هنايا شويه ديال الزيت العود، هادشي هذا اللي غادي نحتاج فقط. خديت هنايا اول حاجه موس وبديت كنقطع في الدنجال على هذا الشكل هذا، يعني كنحاول نقطعو مزيان حتى كنوصل الموس هكا لتحت، ولكن ما كنقطعش الدنجاله حتى من على برا، يعني غير الداخل ديالها هو اللي كنحاول كنفلحو على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا غادي نقلب الدنجاله، يعني كنوصل الموس حتى لتحت ولكن ما كنخرجوش من على برا. كنقطعها على هذا الشكل هذا وكنعاود عاوتاني نقطعها بحال كندير مربعات اولا معينات. صافي غادي نقطع هذيك الكميه كامله ديال الدنجال اللي عندي. صافي من بعد هنايا خلطت هذوك التوابل وزدت عليهم هذاك زيت العود، وغادي نخلط هادشي كلشي مع بعضياته، وغادي نحاول ندهن هذاك الدنجال. يعني الا تكملت لكم العطريه اللي درتو جاكم دنجال كتير وما كفاتكمش، غادي تعاودوا تخلطوا عاوتاني شويه، ولا الا جاتكم ناشفه تعاودوا تكثروا شويه زيت العود باش تخلطوا هذيك العطريه ديالكم. صافي وغادي نحاول ندخل بحال هكا. خديت هاد الشيته هادي وبديت كندهن في هذاك الدنجال باش كيجي ملي كيطيب كيجي متبل وكتجي داخله فيه العطريه، يعني ما يجيش باسل ما فيه لا عطريه لا حتى شي حاجه.
وهنايا من بعد ما دخلت ليه ديك العطريه مزيان، بديت كناخذ هذوك الثومه اللي قطعتها شرائح وكندخلها في هذوك الفراغات اللي درت في هذاك التقطاع ديال الدنجال. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا كندخل الثومه في هذوك البلايص كاملين، يعني راه ما تبانش لكم الثومه كثيره حيت هنايا غير فص واحد كيخرج ليا بزاف ديال التقطعات ديال الثومه على هذا الشكل. صافي وغنستمر حتى نكمل ثاني داك الدنجال كلشي اللي عندي. ومن بعد خليت الدنجال على جنب ودزت هنايا للدجاجه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي دجاجه الوزن ديالها تقريبا 3 كيلو الا ربع. بالنسبه للوزن الكبير كناخذو في الدجاج بحال هكا الا كنت غاديه نديرو مبخر او لا غاديه نديرو مشوي في الفران. يعني الا كنت غاديه نديرو بالدغميره هو اللي كناخذو شويه صغير على هذا القياس هذا، باش ما كيتشتتش ليا في الطياب. اما هكا مشوي ماشي مشكل واخا كناخذو كبير شويه. المهم غادي ناخذ المقص وغادي نحاول نقطع من الظهر ديالها كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. كنحيد هذاك العنق كنحيدو كامل. يعني يمكن لكم تخليوه ديروه في شي شوربه مع لي باط باش تنسمو ولا شي حاجه. صافي غادي نقسم الدجاجه على هذا الشكل هذا. غادي نحاول نشفها شويه بالبابي طابل. هاد القسمه على هاد الشكل كتخلي الدجاجه بهذا الشكل هذا كتجي مزيانه. صافي بالنسبه للتوابل خديت هنايا شويه ديال الهريسه. كتعجبني الهريسه في الدجاج مشوي عفوا، كتعطي واحد البنه واحد الحروريه بنينه. الا ما عندكمش الهريسه يمكن لكم ديروا شويه ديال السودانيه. يعني كندير البزار واحد شويه وكنكمل بالهريسه اولا بالسودانيه كي قلت لكم ديك الحروريه ديالهم كتكون بنينه. عندي كذلك هنايا الملحه ما غنكثرش بزاف حيت عندي صلصه الصوجه حتى هي غادي نديرها مالحه. وعندي الثومه واحد 2 فصوص ديال الثومه كبار محكوكين. وعندي كذلك صلصه الصوجه. وغادي ندير الموطارد حتى هو تقريبا واحد معلقه كبيره. خديت هنايا نص حامضه وعصرته حتى هوايا غادي نديرو مع هاد التتبيله هادي وشويه ديال الزيت البلديه. صافي وغادي نخلط هاد التتبيله هادي مزيان. وغادي نبدا نشرمل في الدجاجه. يعني غادي نحاول ندخل هذيك الشرموله مزيان في الظهر ديالها في الصدر لداخل. نتقى بالصدر شويه والفخاد وندخل فيهم هذيك الشرموله يعني هذيك التتبيله عفوا.
ملي كنديروا هذيك التتبيله هكا وكندخلوها في الفخيضات ولا في الصدر، يعني واخا كيطيب ولا كتقسموا شي طريف كتلقاو داخله فيه الشرموله لداخل. صراحه كتجي لذيذه وكتجي زوينه. بالنسبه للدجاج هكا ملي تكونوا غادي نطيبوه في الفران، فمن الاحسن تخليوه، يعني الا كان عندكم الوقت تشرملوه بالليل والغد اللي عاد باش طيبوه، اولا على الاقل واحد ساعتين باش هكا كيتشرب هذيك العطريه مزيان وكيجي لذيذ اكثر. وخلاص كاع، يعني في الشرموله فيها الحامض فيها الملحه، يعني كيزيد انه يجي فتي وكيجي كي قلت لكم داخله فيه هذيك العطريه مزيان. صافي، من بعد هنايا ملي غادي نبغي ندخلها طيب غادي نحاول نلويها في ورق الطبخ هو الاول، ومن بعد غادي نعاود ندور عليها ورق الالومنيوم. بالنسبه للا كنتو غادي طيبوها فرن كهربائي غادي نطيبوها على 220 درجه، فران يكون ساخن تقريبا. غادي نخليوها واحد الساعه وتقلبوها. الا كانت طيبه غادي تحاولوا تحيدوا عليها هذاك البابي الومنيوم وهذاك البابي كويسون، وغادي تحاولوا تسقيوها بهذاك لاصوص اللي غادي تكون تما باش هكا تحمر ليكم، وفي نفس الوقت تاخذ هذاك اللوين، اللوين ذهبي. وصراحه انايا هكا كيكون عندي الصهد بزاف وما كنقدرش نطيب في الدار، يعني كنصيفط غير الفران ديال الزنقه حيت كتسخن ليا الدار بالفران، داكشي علاش. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للطريقه ديال الطبخ. والدجاجه من بعد ما طابت كان هذا هو الشكل ديالها النهائي كيف ما كتشوفوا. كتجي صراحه طيبه وكتجي فتيه وفيها هذا اللوين هذا اللي كيجي عاطي داك اللوين محمر، زوين بهذيك صلصه الصوجه الموطارد الزيت، هادو كاملين يعني كيعاونوا في التحميره ديال الدجاج. وكي قلت لكم كتجي طيبه بواحد البنه لذيذه وزوينه بزاف، اللي نتمنى ان شاء الله تجربوها واكيد غادي تعجبكم. رافقتها هنايا مع شلاضه عندي هنا ديال سانطير والزيتون ومطيشه وخيزو محكوك وصوص مايونيز، وعندي كذلك هنا شلاضه عاديه ديال الخس والخيار ومطيشه. وكذلك رافقتها مع هذاك الطنجال اللي حتى هو ملي كيتشوى في الفران كيجي زوين بزاف وكيجي كذلك لذيذ. كيجي تقريبا بحال الشكل ديال الزعلوك اللي كنطيبوه هكا مشوي، فهكا كتجي فيه ديك البنه يعني بديك التتبيله وبهذيك الثومه اللي فيه. نتمنى ان شاء الله فيديو اليوم اقتراح اليوم يكون من الاعجاب ديالكم. يعني هادو اقتراحات كي قلت لكم بالنسبه للصيف، بالنسبه لهكا اللي كيبغيو يديو معاهم الماكله واجده من الدار، الا كانت شي خريجه هكا للبحر ولا شي حاجه فكيجيو بحال هاد المأكولات هادو، يعني كيكونوا مقبولين اكثر مقارنه مع مأكولات اخرى. هادشي اللي كاين، خليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.